انتي خلبوسه مبسوطه وانتي شغاله غلط. حلقه جديده من رضي الله عنهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ وحشتني من الحلقه اللي فاتت. مش فاكر مره وانت صغير لما طلب منك تجيب حاجات للبيت؟ المهم ان انا ساعتها متاكد انك سمعت الكلام، وانت نازل اتقال لك هات الحاجات اللي مكتوبه في الورقه بالظبط. فانت بصيت في الورقه في العناوين الكبيره بس، قلت التفاصيل ملهاش لازمه، يعني عيش بيض لبن عادي. فرحت جايب عيش فينو بدل البلدي، ولبن بودره بدل السايب، وبيض احمر بدل ابيض. فاكر لما روحت حصل فيك ايه؟ عينك ما تشوف الا النور. ها؟ وانت ساعتها حسيت انك مقهور بقى، ده انا منقي البيض بيضه، ازاي يعملوا معايا كده؟ ولما اتسالت هو انت قريت الورقه، قلت لهم لا، والدنيا ساعتها ضلمت. صح؟ عموما لما كانش حصل معاك فحصل مع ناس كتير. اللي حصل معايا قول لنا في الكومنتات. للاسف بقى ناس كتير الا من رحم ربي بتعمل كده مع ربنا سبحانه وتعالى. الصلاه فرض مثلا، صلي حاضر ويصلي، ورايح المسجد راجع من المسجد، لكن يظبط اركان الصلاه. هي ايه اركان الصلاه دي يا باشا؟ واحد تاني هتجوز ومبسوط قوي والعيله كلها بتزغرط. طب انت بتتجوز ليه معلم؟ يقول لك عشان عيب في نفسي. بس كده؟ ايه ده، هو في تاني؟ في كتير. ودي اجابه سؤال الحلقه اللي فاتت. انا وانت لازم نعرف اللي بنعمله ده بنعمله صح بجد ولا انا فاكر انه صح وهو اصلا مش صح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني في واحد ممكن يكون بيصلي ال5 فروض وفي المسجد وحاضر وفي المعاهد وبيعمل حاجه غلط قد كده في الصلاه، فصلاته كلها بوظ. انت عارف ايه الحاجه اللي مبوظه صلاه معظم الناس؟ السؤال ده اجاوبك عليه الحلقه الجايه ان شاء الله. انا بحبك في الله. ارجع شوف حلقات رضي الله عنهم كلها بالترتيب هتتبسط. لايك الفيديو لو عجبك، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وشير عشان يعم الخير، ده الدال على الخير كفاعله. اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام يا عمر.